النهارده بقى هنعمل كبسة إلهام الشهيرة. شفتها اشتهيتها عملتها تحفة. هنحط سمنة على النار لما تسيح. هنحط البصل زي ما انتوا كده متقطع صغير. انا فرمته في الكبة بس ما ضغطتش عليه جامد في الفرن. وهنسيبه على النار لحد ما يبقى باللون ده. واول ما يبقى باللون ده اهو شايفين اللون ده نوطي عليه عشان البصلة ما تتحرقش مننا، عشان لو اتحرقت هتطلع مرارة كده معاكي في الاكل. فهنوطي عليها ونسيبها تتحمر براحتها لحد ما توصل للون ده. شايفين اللون ده؟ مش نحرقها، للون ده. وهنكون مجهزين بقى الفرخة ومقطعينها وشايلين من عليها الجلد، وهنحطها وهنظبطها كده، ما نقلبهاش، هنحطها ونسيبها لحد ايه، عشان لو قلبناها هتفقد السوائل اللي فيها وتبقى ناشفه معاكي بعد كده. لكن هي لما تسيبيها كده حبه لحد ما تاخد لون لما تقلبيها اهي. بصي لما تاخد لون زي كده هنقلبها. هنا بقى انا كنت بقول لكم هقلبهم كلهم وارجع لكم. بعد ما قلبناها هنسيب الجنب التاني ياخد نفس اللون، وبعد كده هننزل بالتوابل كاري وبهارات كبسة وفلفل اسمر وملح وفلفل اسمر وملح وايه تاني، والصلصة دي اللي انا حطيتها، ومكعب مرق الدجاج ورشة قرفة، ولو عندك انت لومي او عندك حاجة بتحطي. وبحط مية بقى سخنة مغلية. وقرن الفلفل ده بصراحة اداها تيست عالي جامد، قرن فلفل على بعضه كده. وهنقلب ونشوف الملح ونغطيها ونسيبها. انا سبتها هنا نص ساعة لحد ما الفراخ استوت كده. بصوا اللون بقى، اللون وهم، والريحة في الحقيقة كانت تحفة. هي كده دخلت تلات ارباع سوا. تمام. عندي بقى نص كيلو رز بسمتي، غسلته ونقعته حوالي ربع ساعة كده، يعني ما طولتش في النقعة، وحطيته. وهنقلب ونشوفها، لو هي محتاجة مية بنزود عشان هي طبعا بتطلع طرية كده. حطيت شوية مية تاني، هنحط شوية مية تاني عشان هي جوسي جامد كده. لما بتستوي بتبقى جوسي، بيبقى فيها مية، فيها صوص زيادة. فهنحط مية، حبة مية تاني. يعني المفروض ان انتوا تزودوا مية عن المقدار اللي انتوا بتحطوه المية العادية، ونغطيها ونسيبها كده. بصوا اول ما استوت، يعني انا بعد ما غطيتها كده سبتها مثلا حوالي نص ساعة تاني او ساعة الا ربع عقبال الرز ما استوى. بصوا انت اول ما بتفتحوا عليها بتبقى المية كتير، اول ما بتفتحوا الغطا وبتقلبوها بتحسوا ان الصوص يعني يكاد يكون اختفى. وبعدين بقى بنحطها بقى في الصينية زي كده، وعاملة معاها سلطة دقوس والليمون. وانا اصلا كنت حاطة شطة كمان في الكبسة نفسها. والفراخ دايبه دوب يا جماعه واستوت. الدقوس اهو، هحط الدقوس بقى ونعمل زي ما هما بقى بيعملوا. ناخد حته فرخه ونحط معاها رز، ونحط عليها بقى الدقوس، ونحط عليها عصره ليمون. انا جيت ادوق فريده عشان سخنه قوي ما خافت انها تاكلها، مع اني حاولت ابردها لها بس هي مش عايزه. بس يعني تحفه 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 تحفه. انا يعني اديتها 10 من 10 بجد. يعني حتى هتلاقوني بقول كده وانا باكل انها 10 من 10، بس الصوت ما كانش طالع تحفة تحفة. هي اللون كمان الكاميرا عندي عشان البخار طلع عليها مش مبين اصلا اللون تحفة في الحقيقة. والطعم والريحة حاجة وهم بجد. شابوه إلهام، كبسة إلهام الشهيرة تحفة، هعتمدها.